السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ عايز أقول لكم إن الأولاد النهاردة كانوا عايزين ياكلوا بيتزا، اشتروا بيتزا. قلت لهم لا، أنا ما بشتريش من بره. فاعترضوا، قالوا لي أنت مش هتعرف تعملها. قلت لهم طب تعالوا أوريكم هنعمل البيتزا إزاي. صلوا على الحبيب وتعالوا أقول لكم المكونات عاملة إيه. معانا كيلو إلا ربع دقيق، معانا كوباية لبن، معانا نص كوباية زيت، بيضة بدرجة حرارة الغرفة، معانا معلقة سكر، معلقة ملح، معلقتين خميرة. هنبدأ على بركة الله، هنشتغل على طول. بصوا، انا هحط السكر والدقيق والخميره كلهم مع بعض، وهحط اللبن والزيت والبيضه. انا بحب افضيها بره الاول واحطها علشان لو البيضه بايظه ما تبوظش العجينه بتاعتي. هنتوكل على الله ونشتغل على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى بصوا العجينه. انا العجينه بعرف ان هي نجحت معايا ازاي. اهو العجينه كلها، الصلاه على النبي. بصوا ادي العجينه بتاعتي. بصوا العجينه بتبقى عامله ازاي. بصوا شايفين العجينه؟ بص، تشتغل معاك وتبقى زي الفل، ما بتلزقش. عجينه حلوه. هنحطها برده في نفس البتاعه بتاعتها ونغطيها نص ساعه تقريبا، ساعه الا ربع، عبال ما نجهز الحشوه بتاعتنا. وهقول لكم الحشوه بتشتغل ازاي. هنكون العجينه خمرت ونرجع نطبق عليه على طول العجينه. صلوا على الحبيب وما تنسوش اللايك والشير. احنا دلوقتي الخميره بتاعتنا خمرت معانا. العجينه معانا بقى المكونات بتاعتنا اللي هنحطها على البيتزا. انا لقيت حته فيليه كده بانيه عملتها، ولحمه وزيتون وجبنه بيضه وكاتشب وقوطه وجبنه موتزاريلا على جبنه رومي على فلفل اخضر. والعجينه بتاعتنا هنبدا نشتغل فيها على طول. قرب كده معايا. بص العجينه، بسم الله ما شاء الله. بص، يلا هنبدا نشتغل على بركه الله. صلي على الحبيب. تعالى معايا كده. انا دهنت الطاسه بتاعتي زيت، الصينيه اللي انا هعمل فيها. اخد حته عجينه وعلى طول هفردها. صلوا على الحبيب. بص العجينه سهله وسلسه معانا ازاي، ولا بتلزق ولا فيها اي كلام. هفردها على الاخر. صلي على الحبيب. يلا ركز معايا بقى كده هنا شويه. ده سر من اسرار البيتزا، علشان بس الناس بتقول البيتزا ما بتبقاش حلوه معايا ليه. بصوا، انا لازم افرغ كل البيتزا من جوه بشوكه زي كده، واحده واحده. اخلي البيتزا كلها كده. طبعا الناس هتسالني انا ليه عامل حرف في البيتزا. هقول لكم انا عامل ليه دلوقتي الحرف اللي في البيتزا. واحده واحده كده مع بعض، عشان انا بقول لكم ده ايه، قناه تعليميه، مش ان انا بعمل اكل وخلاص. انا ممكن اصور لكم الفيديو وخلاص وابقى سريع زي ما في ناس كتير بتنزل الفيديو سريع. انا كده تمام خلصت. اوريكم بقى انا هعمل ايه. معايا جبنه. بصوا بقى دي ولا اروع. الطريقه دي هتطلع لكم البيتزا بشكل جميل جدا وطعم. بصوا معايا. صلوا على الحبيب. انا عامل كده. بصوا بالشكل الجميل ده. صلوا على الحبيب. بصوا، باخد طرف البيتزايه اللي انا العجينه اللي انا عاجنها وببرمها عليها كده بالشكل الجميل ده. دي بيتزايه بقى بطريقه جديده، عشان انا بقول لكم مطبخ الكونسول لازم تجدوا فيه كل جديد. صلوا على الحبيب. بصوا بقى من المنظر. بصوا الجمال. شوفوا انا ايدي شغاله فين. بقفل كل حروف العجينه.
بقفلها على الجبنة. بصوا، صلوا على الحبيب. وعلى طول هنزل بالكاتشب بتاعي. انا ما بحطش على الحروف كاتشب على فكرة، علشان ما يتحرقش مني ويطلع مش لونه مش حلو، عشان الكاتشب بيستوي بسرعة، بيتحرق في الفرن. ده برضو سر من اسرار البيتزا. بالشكل الرائع ده. وهنبدأ بقى دي احنا هنعملها بالفراخ. هنحط الفراخ بتاعتنا، نوزعها بالشكل ده. معلش الفيديو هيبقى طويل شوية، بس عشان ده قناة تعليمية زي ما قلت لكم. ممكن تعملوها ميكس، عايزين تحطوا فراخ ولحمة، لحمة بس فراخ بس. انا هعمل النهارده واحدة باللحمة وواحدة بالفراخ. هوزع الفراخ بتاعتي كلها كده، المنظر الجميل ده. صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب. تعالى معايا بقى كده، بصوا الجمال. صلوا على النبي، صلوا. بص الروعة، وبص الالوان بتتشكل ازاي، اكنك بترسم لوحة. لان انا قلت لكم قبل كده العين بتاكل قبل البق. بصوا، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. ادي البيتزا بتاعتنا، نحط شوية فلفل. الله 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 الله. طبعا انتوا عايزين تيجي تاكلوا معانا. انا عارف انا اللي عينيها هتطلع على البيتزاية دلوقتي، عارفها. وهتروح تقلدني وتعمل واحدة زيها. كل ما بعمل واحدة اي اكلة جديدة بتروح تعملها. طبعا احنا مشرفنا بقى اليومين دول معانا المعدة بتاعتنا اللي منورانا، اللي غسلت مواعين واشتكت مني بسبب المواعين، لان انا بوسخ مواعين كتير جدا. هنخش بقى ايه، نحط الزيتون. صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب. يا جماله يا جماله. طبعا عايز اقول لكم ان انا بسخن الفرن عشان يبقى جاهز على طول على التسويه. بصوا الجمال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهتبقى بالشكل ده. نحط بقى شويه الجبنه، ولا اروع. ممكن تعمليها بقى بالجمبري، بالسمك، بالتونه، باللحمه، باي حاجه انت عايزاها، بالجبنه. احنا عملنا واحده بالجبنه الاسبوع اللي قبل اللي فات، كانت تحفه تحفه تحفه. انا بحب الجبنه كتير. صلوا على الحبيب. المنظر ده هندخلها الفرن، ولما تطلع هوريها لكم. صلوا على الحبيب. تعالى بقى بص كده، بص معايا اللحمه دي بقى بتاعت اللحمه دي من البيتزا التانية. احنا لازم نطعم اكلنا. بيتزاية دي ولا مش بيتزاية؟ بتوع مصر يا متعلمين. ولسه بسم الله ما شاء الله، اما تطلع التانية هوريكم البيتزا بتبقى شكلها ازاي. صلوا على الحبيب. واحدة واحدة كده مع بعض هتلاقي كل حاجة طالعة حلو. صلوا على النبي. بصوا بقى انا بحب ايه اطعم الاكل بتاعي. دي بقى لما بتخش الفرن وتسيح بتبقى تحفة. بصوا الجمال. الله اكبر عليا، انما انا احسد نفسي. صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب. اوعى وشك. دي كده تخش الفرن على طول. صلوا على الحبيب، لما تطلع اوريها لكم. تعالى لي بقى كده، واحده 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 واحده. صلوا على الحبيب. اول ما تبصوا عليها صلوا على النبي، واللي يصلي على النبي يكسب. شايفين البيتزا؟ بصوا بقى لحظه اوريكم كمان حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا 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 الجمال. بصوا
طبعا المفروض ان انا اسيبها تهدى ثانية بس ايه، بس انا عايز اوريكم الجمال والحلاوة. بصوا بصوا الجبنة، ركزوا معايا بقى، بصوا القوام، بصوا بقى الاكل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحفة. اللهم صل على النبي. انا هسوي التانية وهسيبكم عشان ناكل، عشان انا مش هستنى. كل سنة وانتم طيبين، ما تنسوناش في اللايك والشير، وعايزين ناكل البيتزا.